حج سعيد الخرمة مدير عام الرطوم. سعدنا وشرفنا اليوم لحضور تدشين توزيع السلة الغذائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجناح الخيري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفعلا هذا لفتة عن إنسانية وكريمة في على عتبات شهر رمضان المبارك. وحقيقة الناس زي ما تشاهدون يعني سعداء بهذه المساعدات اللي نقدم لهم، ونتمنى ان شاء الله انها تتوزع على كافه المديريه. وحقيقه مقدمها 1000 سله غذائيه، وان شاء الله ان هذا عمل انساني وخيري ويخدم الجميع ان شاء الله في ظروف صعبه من ظروف الاستثنائيه اللي يمرها المواطنين ان شاء الله، ظروف الحرب. بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف الهلال الأحمر الإماراتي يتم حاليا توزيع مساعدات غذائية في مناطق حوره العليا وحورة الساحل والمطاف والغدير والمضالع. لذلك نحن الآن بصدد تدشين هذه المساعدات. تتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة في المساعدات الإنسانية والإغاثية وبقدوم شهر رمضان الكريم في هذه الدعومات الإنسانية والإغاثية. وهذا اليوم تم توزيع قافلة من المواد الغذائية في مدينة الروم محافظة شبوة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك تخفيف من أعباء وظروف المواطنين في هذه المنطقة التي عاشوها منذ فترة طويلة لم يستلموا أي سلة غذائية. الهلال خلاص افطروا غدا واعلنوا ان غدا عيد. هل تقبل؟ ما تقبل، لا امرأة ولا رجل واحد، وانما بشهادة رجلين.